السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بيت كبير ساكن فيه عيلة سعيدة وجميلة، كانوا بيحبوا يساعدوا بعض وبيقضوا أوقات لطيفة. في البيت كانت أصغر بنوتة اسمها سارة، ضحكتها جميلة، كانت أكتر شخص بيعمل مرح في البيت وسط العيلة. كلهم كانوا بيحبوا سارة وبيحبوا يقعدوا معاها لأنها كانت على طول مبتسمة والوقت جميل وياها. وفي يوم سارة كانت عاوزة تعمل حاجة جديدة، قالت لمامتها تخليها تساعدها وكانت سعيدة. مامتها قالت لها تدخل معاها المطبخ يعملوا كيكة. سارة كانت متحمسة جدا وفعلا بدأت على طول تساعد مامتها، وكانت بتمشي على كل الخطوات اللي مامتها بتقولها لها. وبعد ما خلصت كل الخطوات حطوها في الفرن واستنتها. سارة كانت مستنية الكيكة تخلص عشان تاكلها مع عيلتها، وكانت مبسوطة لأن دي أول مرة تعمل كيكة مع مامتها. ولما خلصت الكيكة سارة راحت جنب مامتها وهي بتطلعها، لكن للأسف الكيكة طلعت محروقة علشان مامتها نسيتها في الفرن. سارة كانت زعلانة جدا وخرجت من المطبخ متضايقة، راحت أوضتها وقعدت حزينة لأن الكيكة كانت بايظة. باباها شافها وسألها زعلانة ليه؟ بدأت تحكي له القصة، ولما سمعها ابتسم وطبطب عليها. قال لها طيب فين المشكلة؟ قالت له إنها متضايقة ومش عايزة تعمل كيكة تاني أبدا، لأنها لو جربت تعملها تاني أكيد كل مرة هتطلع وحشة جدا. بابا قال لها طب تفتكري ماما عمرها ما هتعمل أي كيكة تاني؟ قالت له مش عارفة. قال لها بالعكس، لكنها هتتعلم من المرة دي، مش مشكلة أبدا لو في حاجة باظت مننا لما نعملها، أهم حاجة نعرف فين المشكلة علشان نقدر نصلحها. المرة الجاية ماما هتاخد بالها أكتر علشان الكيكة ما تتحرقش، لكن مش صح أبدا تقول إنها مش هتعرف تاني وما تتعلمش، فإن الغلطات اللي بنتعلم منها بتبقى دروس عمرنا ما بننساها، بتخلينا دايما مركزين عشان نحقق الحاجة اللي عاوزينها. سارة اتعلمت من باباها يومها إنها ما تستسلمش أبدا، وإن لو قابلتها مشكلة لازم تعرف إزاي تتعلم منها دايما. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم، وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.